السلام عليكم. بصوا النهارده جايب لكم 5 قراء بالنسبة لي مهضوم حقهم في الميديا، أو ممكن تكون أنت سمعتهم قبل كده بس ما تعرفش أسمائهم. المركز الأول بالنسبة لي مش ناس كتيرة تعرفه، وفي المركز الخامس معانا القارئ عبد العزيز التركي، ليه مقطع منتشر جدا، تعالوا نسمعوه كده. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومعانا في المركز الرابع صوت حزين وهادي، وهو القارئ عادل ريان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. في المركز الثالث معانا ممكن يكون قارئ بيعدي برضو على ناس بتسمعه، بس ممكن يكون معرفوش اسمه او لسه مش منتشر في الميديا بالدرجة اللي هو القارئ احمد عبد الرازق نصر. تعالوا كده نسمعوه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. معانا بقى في المركز الثاني قارئ مش بس هو قارئ، هو داعية كمان، ومنتشر جدا على الميديا الفترة الأخيرة، وأسلوبه بيقدر يشد الكبير والصغير، وفي نفس الوقت في ناس كتيرة ما تعرفش إن هو أصلا قارئ أحمد العربي وداعية في نفس الوقت. تعالوا كده نسمعه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.